الأهلي يقترب من ضم العقرب المدمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وخبر جديد. في البداية بعد إذنك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. فتح مسؤول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ملف تجديد المفاوضات مع واحد من أهم لاعبي القارة الإفريقية للحصول على توقيعه بالانتقالات الشتوية المقبلة، ويسعى المارد الأحمر للتوقيع مع التوجولي لابا كوجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي مع بداية العام الجديد. وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية أن النادي الأهلي تواصل مع كوجو، والذي أبدى ترحيبه الشديد بالتواجد مع الفريق وبين صفوفه. ويحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني في تدعيم خط هجومه قبل نهائيات كأس العالم للأندية، خاصة مع تراجع مستوى مروان محسن مهاجم الفريق بالفترة الأخيرة. وكان كوجو قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع القلعة الحمراء في الموسم الماضي عندما كان يلعب ضمن صفوف نهضة بركان المغربي، إلا أنه رحل إلى العين الإماراتي بسبب المطالب المادية الكثيرة. في نهاية الفيديو لو قدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.